السلام عليكم ورحمة الله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ عايزكم النهارده تركزوا معايا عشان دي تقريبا افضل تجميعة العاب انا عملتها في القناة. النهارده جايب لكم حاجة مختلفة ومميزة جدا. لو بتدور على افضل العاب للاندرويد نزلت في عام 2024 فالفيديو ده معمول مخصوص ليك انت. الالعاب دي بتجمع بين الجرافيك الجامد والمتعة، وكمان بعضها بيشتغل اوفلاين كمان. يعني لو انت من محبي الاكشن، المغامرات، او حتى الالعاب البسيطة، انا متأكد انك هتلاقي حاجة تناسبك هنا. تابع الفيديو للاخر عشان اخر لعبتين فيهم حاجة جديدة هتبهرك كده. صلى على سيدنا محمد، واسف لو طولت عليكم، ويلا بينا. Right now I'm just a kid, but I'll be Hokage myself one day. اول لعبه ناروتو التيمت نينجا ستورم موبايل. لو انت من عشاق عالم الانمي او عالم ناروتو زي كده، اللعبه دي هتكون التجربه اللي مستنيها الصراحه. لعبه ناروتو بتقدم لك قتال انمي رهيبه ومستوى جديد تماما على الموبايل. اللعبه عباره عن اكشن سريع ومليان مهارات قتاليه مع تاثيرات بصريه بتخليك حاسس انك بتتفرج على حلقه انمي فعلا مش لعبه. في اللعبة هتقدر تتحكم بشخصياتك المفضلة من عالم ناروتو زي ناروتو، ساسكي، كاكاشي، كل الشخصيات اللي انت عايزها. غير كده اللعبة فيها قصة بتغطي أهم الأحداث من الأنمي، يعني هتعيش رحلة ناروتو بالكامل بداية من أكاديمية النينجا لحد الحروب الكبرى. هو في أحسن من كده؟ تتابع الأنمي وتلعب في نفس الوقت، ايه الحلاوة دي؟ واللعبة مش بس أكشن، كمان في نظام تطوير للشخصيات وكأنك بتبني فريق النينجا الخاص بيك. ولو بتحب التحدي هتلاقي اوضاع لعبة اونلاين تقدر تنافس فيها اللاعبين تانيين وتثبت مهارتك. الجرافيك والاداء مش بس جيد، ده استثنائي، خصوصا لو عندك موبايل قوي. الصراحة انا كان نفسي العب اللعبة دي بس للاسف مش هقدر عشان موبايلي تحت المتوسط بشوية. هي تقريبا عايزة جهاز يا متوسط يا قوي. المهم يلا بينا على تاني لعبة. تاني لعبة أركين كويست ليجندز 2. دي لعبة RPG مليانة مغامرات وأكشن، بتاخدك في عالم خيالي مليان مخلوقات سحرية ومعارك مثيرة. في اللعبة دي تلعب دور بطل بيحاول يوقف تهديد قوي بيواجه عالمه، وده يشمل قتال الوحوش واستكشاف الأبراج المحصنة وحل الألغاز الغامضة. اللي بيميز اللعبة هو النظام القتالي اللي بيجمع بين الاستراتيجية والأكشن. هتتحكم في مجموعة من الشخصيات القوية لكل واحد منهم مهارات وقدرات خاصة، وده هيساعدك في معاركك ضد الأعداء. اللعبة بتتيح لك تطوير شخصياتك وكسب خبرة بعد كل معركة، وده بيخليك تشوف تقدمك بشكل مستمر. فأنا الصراحة شايفها لعبة حلوة أوفلاين لازم تحملوها. ويلا بينا اللعبة اللي بعدها. The path of a stylist is never easy. So, are you ready for it? Ready. تالت لعبة هي حرفيا من أقوى الألعاب اللي نزلوا للأندرويد، لعبة انفينيتي نيكي. حرفيا دي من الألعاب اللي فعلا مش هتقدر تبطلها أول ما تبدأها. اللعبة عبارة عن عالم مغامرات بعالم مفتوح مليان ألوان والجرافيك الخرافي اللي بيخليك حاسس إنك في جو فيلم أنمي كده. هنا بتلعب بشخصية اسمها نيكي وبتعيش معاها مغامرات مميزة في ألغاز واستكشاف. الميزة الجامدة اللي في اللعبة دي هي الأزياء، مش مجرد لبس وخلاص، لأ طبعا، ده كل زي بيفتح لك قدرات جديدة بتساعدك على حل الألغاز وتتغلب على التحديات. يعني مثلا ممكن تلبس حاجة تخليك تقفز أعلى أو تتفاعل مع البيئة بشكل مختلف. غير كده اللعبة فيها تفاصيل رهيبة سواء في تصميم الشخصيات أو العالم نفسه، وكمان الموسيقى اللي في خلفية اللعبة تخليك عايش جو المغامرة. فلو بتحب الألعاب اللي فيها حرية واستكشاف وكمان بتحب الجرافيك الأنيميشني، أنا معرفش يعني إيه أنيميشني، اللي هو جرافيك الأنيميشن، يعني اللعبة دي بمعنى الكلمة هتكون من أفضل اختياراتك في 2024. ما تفوتش الفرصة وجربها بنفسك. اللعبة رقم 4 لعبة تاتش جريند اكس، يا رب اكون قلتها صح. دي واحدة من احسن العاب البي ام اكس والدراجات على الموبايل. فكرتها انك بتتحكم في دراجة او في عجلة بي ام اكس بطريقة احترافية باستخدام صابعك بس، وبتعمل حركات وتحديات خطيرة في اماكن مختلفة حوالين العالم. الجرافيكس بتاع اللعبة تحفة وعالي الجودة، وكمان فيها تفاصيل رهيبة وبتديك احساس انك بتسوق دراجة فعلا حقيقية. تحكم اللعبة بسيط وسلس، كل حاجة بتتحكم فيها بصوابعك بطريقة ابداعية. تقدر تغير شكل الدراجة وتخصصها حسب ذوقك. وبس كده، يلا بينا اللعبة اللي بعدها. خامس لعبة هي اللعبة المجنونة اللي مستحيل حد يمل منها، لعبة جود سيموليتر 3. اللعبة دي بتخليك تتحكم في معزة، معزة، وتعيش حياة مليانة شغب وضحك في عالم مفتوح مليان تفاصيل غريبة ومواقف غير متوقعة. في شخصيات كتيرة طبعا غير المعزة تقدر تلعب بيهم. المميز في اللعبة انك تقدر تعمل اي حاجة تيجي في بالك،
سواء كنت عايز تخبط الناس في الشارع او تفجر حاجات او حتى تتحول لحاجات اغرب زي معزة طائرة او معزة فضائية. الجرافيك هنا مطور عن الجزء الاول والعالم بقى اكبر واكتر تفاصيل. كمان اللعبة فيها اوضاع لعب جماعي، يعني ممكن تلعب مع اصحابك وتعملوا فوضى مع بعض. لعبة جوست سيموليتر لعبة مش جديدة لكنها تخليك تضحك من قلبك بسبب العشوائيات والفوضى اللي فيها، فلو بتحب الالعاب اللي تغير جوك وتضحكك ما تفكرش مرتين وجرب اللعبة دي. Notorious residents SpongeBob and Patrick are on the case. اللعبة رقم 6 معانا لعبة سبونج بوب الشهيرة. اللعبة بتجمع بين الأكشن والمغامرات ومراحل مليانة متعة والغاز. تقدر تتحكم في سبونج بوب أو في صاحبه بسيط عادي، وكل واحد منهم عنده قدرات ومهارات خاصة، وهتلاقي نفسك بتنتقل بين عوالم مختلفة، كل واحد ليه طابع فريد وأسلوب لعب مختلف. الجرافيك في اللعبة كأنه جاي من كرتون سبونج بوب نفسه ويمكن أحسن كمان، والتفاصيل مليانة حيوية وألوان جذابة. في اللعبة دي سبونج بوب وصاحبه بسيط بيواجهوا تحديات جديدة، وهنا كل واحد فيهم معاه قوة بعد ما يتمكنوا من تفعيل قوة الزمان والمكان. وانتوا طبعا عارفين سبونج بوب بيبقى غبي ازاي مع بسيط، طبعا مش بيعرفوا يسيطروا على القوة، وده بيؤدي لحدوث فوضى رهيبة في العوالم المختلفة. وهنا بقى هتبدأ رحلتك ان انت ترجع كل حاجة زي ما كانت. فلو كنت بتحب العاب الاكشن والمغامرات الكوميدية، او لو كنت من محبي سبونج بوب، هتستمتع باللعبة دي بشكل كبير. Bikini Bottom is counting on you. اللعبة رقم 7 لعبة ميد اوف سكير. دي لعبة رعب بمعنى. لعبة ميد اوف سكير لعبة رعب وبقاء من منظور الشخص الأول. بتدور أحداث اللعبة في فندق قديم جدا في بريطانيا مليان أسرار مظلمة وتاريخ مرعب. اللعبة بتعتمد على فكرة الصوت بشكل كبير جدا، لأن الكائنات اللي في الفندق حساسة جدا لأي صوت، وبالتالي لازم تكون حريص جدا عشان ما تكشفش مكانك. في اللعبة دي تلعب بشخصية توماس، شاب موسيقي بيحاول ينقذ حبيبته ايلين اللي تم اختطافها وحبسها في الفندق ده. هتكتشف ان الفندق مليان كائنات مرعبة، وعلشان تنجو لازم تعتمد على التخفي والتسلل اكتر ما تعتمد على القتال. في اللعبة دي مش هتواجه الاعداء مباشر، ولكن هتحاول تتجنبهم وتخفي عنهم عشان تقدر تكمل رحلتك. الصوت مش بس بيكون عامل مهم في تحديد مكان الاعداء، كمان بيخلي الجو كله مشحون بالرعب والتوتر. اما الجرافيك فممتاز الصراحة، بيجمع بين اسلوب الرعب وبين التفاصيل الدقيقة اللي بتخليك تحس انك في مكان حقيقي، وده بيخلي الجو في اللعبة مشوق جدا. لعبة ميد اوف سكير مش مجرد لعبة رعب عادية، دي لعبة بتقدم لك تجربة فريدة من نوعها، تفضل الأجواء المرعبة والقصة المشوقة والاعتماد على الذكاء بدل من العنف. فلو كنت من محبي ألعاب الرعب اللي فيها تحديات وتحتاج منك تفكير واستراتيجية، اختار يا صاحبي لعبة ميد اوف سكير. اللعبة رقم 8 لعبة ناين نايتس. اللعبة دي بتخليك تتحكم في شخصية بتواجه مجموعة من الأعداء، وبتتعامل مع تحديات كتيرة على مدار 9 أيام، وكل يوم بيكون في مهمة جديدة مليانة مغامرة وأكشن. كل مرحلة بتخليك تجمع قوة جديدة أو تكسب مهارات جديدة عشان تقدر تكمل رحلتك. اللعبة فيها قصة مثيرة بتخليك تركز عشان تكمل المغامرة وتكتشف أسرار العالم اللي هتعيش فيه. اللعبة فيها قتال ومتعة في عالم غامض مليان بالفخاخ والمخاطر. هتلاقي نفسك في رحلة مليانة بالمغامرات والأحداث الغريبة، وده كله مع رسومات بتشبه الانمي والجو الغامض اللي هيخليك مش قادر تبطل اللعبه. القتال في اللعبه سريع ومليان مهارات خاصه، والاعداء مش هيسيبولك فرصه سهله، لازم تكون مستعد لملاقاة اي تحدي. فلو بتحب الالعاب اللي فيها مزيج بين الاكشن وعالم النينجا القديم، لعبه ناين نايتس هتكون اختيار حلو ليك. قبل ما ندخل على اللعبة رقم 9 في حاجة مهمة لازم أقولها لكم. أنا كاتب في العنوان 10 ألعاب للأندرويد، بس أنا هزود لكم لعبتين من عندي علشان الصراحة سنة 2024 مليانة بالألعاب الحلوة، فما عرفتش أختار إيه ولا إيه. اللعبة رقم 9 معانا لعبة ذا أكاديمي ذا فيرست يا نهار أبيض أنا ضايع في الإنجليزي. المهم لعبة ذا أكاديمي لعبة ألغاز بتقدم لك تجربة فريدة من نوعها في عالم الأكاديميات الغامضة. في اللعبة دي تلعب دور شخصية جديدة بتدخل الأكاديمية غريبة مليانة أسرار وألغاز لازم تحلها عشان تستكشف الحكايات ورا المكان ده. اللي بيميز لعبة ذا أكاديمي هو القصة المترابطة مع الألغاز الصعبة والممتعة اللي هتلاقيها في كل مرحلة. هتواجه تحديات مختلفة زي مثلا حل الألغاز المنطقية، البحث عن تلميحات مخفية، والاختيار بين خيارات متعددة بتأثر في سير القصة. اللعبة مش بس بتعتمد على مهارتك في التفكير، لكن كمان بتخليك تركز على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تكون مفتاح لحل اللغز.
الجرافيك في اللعبة مشهدي جميل مع أجواء غامضة بتساعدك تندمج أكتر في القصة وتخليك دايما عايز تكتشف إيه اللي هيحصل بعدين. كل مرحلة هتفتح لك مناطق جديدة في الأكاديمية، كل مكان هتكتشف فيه أسرار جديدة بتحسسك إنك فعلا في مكان مليان ألغاز. فلو كنت من محبي الألغاز والقصص الغامضة، لعبة ذا أكاديمي هتكون تجربة شيقة جدا ليك، هتحتاج منك ذكاء وتركيز عشان تحل كل لغز وتكتشف السر الكبير ورا الأكاديمية دي. It's your turn to light up that spark. اللعبة رقم 10 ومش الأخيرة معانا في الفيديو، لعبة الطيارات الحربية سكاي كومبات. دي لعبة مثيرة بتحلك تجربة القتال في السماء بطيارات حربية متطورة. في اللعبة دي تقدر تختار من مجموعة متنوعة من الطيارات وتخوض معارك جوية مشوقة ضد لاعبين آخرين أو حتى ضد الذكاء الاصطناعي. الجرافيك في اللعبة ممتاز جدا، والبيئات الجوية اللي بتخليك تخوض فيها معارك هتخليك تحس انك داخل معركة حقيقية. اللعبة بتتميز بنظام تحكم سهل لكن في نفس الوقت مليان تحديات، هتركز في تحركاتك وتكون سريع في اتخاذ القرارات. الطيارات اللي بتختارها ليها قدرات ومزايا مختلفة، وده بيخليك تختار الطيارة اللي تناسب اسلوب لعبة. في طور لعبة متعدد اللاعبين، فممكن تتحدى اصدقائك او تلعب مع ناس من كل انحاء العالم. فكل المعركة مش بس معركة طيران لكن كمان معركة عقلية واستراتيجية. غير كده في سكاي كومبات هتلاقي مجموعة كبيرة من المهمات والخرائط المتنوعة، وكل مهمة فيها صعوبة مختلفة بتخليك كل مرة تحس كأنك بتواجه تحدي جديد. وبس كده، يلا بينا على آخر لعبتين اللي هما المدمرين بمعنى الكلمة. Where have you brought me, Aku? اللعبة رقم 11 وانا متأكد انها تعجب ناس كتيرة جدا، اللعبة الأسطورية لعبة ساموراي جاك. يا جماعة، ساموراي جاك رجع لنا من جديد ورجع لنا بقوة بلعبة جامدة جدا. لعبة ساموراي جاك بتاخدك في مغامرة ملحمية عبر الزمن. هنا تقدر تلعب بشخصية ساموراي جاك مهمته للعودة للماضي وإنقاذ عالمه من الفوضى. اللعبة عبارة عن أكشن سريع ومليانة قتال بالأسلحة ضد أعداء مرعبين مع مراحل مليانة تحديات ومعارك حاسمة. الجرافيك في اللعبة مشابه جدا للأسلوب الفني اللي اتعودنا عليه في الكرتون بتاع ساموراي جاك زمان، مع شوية تصميمات 3D خيالية. هنا ساموراي جاك مش بس بيخوض معركة ضد أعدائه، لكن هنا بيقاتل الزمن نفسه. تفهمين يعني ايه بيقاتل الزمن نفسه؟ وبيحاول يلاقي طريقة لتصحيح الأخطاء اللي حصلت في حياته. اللعبة مش بس قتال، كمان فيها عناصر من حل الألغاز واكتشاف بيئات مختلفة. كل مرحلة لازم تستخدم مهاراتك القتالية وحكمتك عشان تتغلب على الأعداء وتكمل الرحلة. فلو بتحب ألعاب الأكشن والكومبات الكلاسيكي مع لمسة من المغامرة، لعبة ساموراي جاك هتكون لعبة رائعة جدا ليك. The time has come, Aku. واخر لعبة هي لعبة اساسن كريد موبايل. في ناس بيقولوا اللعبة نزلت وفي ناس بيقولوا لا. هجربه، انا جربت الصراحة ما لقيتهاش، بس في ناس كتير قوي بيقولوا نزلت. وبس كده، سلام عليكم.